جنة، رؤى، عبير، عمر. ازاي حضرتك يا مدام سارة؟ أهلا بيك. جالكم الطرد ده؟ ياه، شكرا جزيلا. مع السلامة. مين اللي جاي يا ماما؟ ده ساعي البريد جايب لي طرد مبعوت لي. في ايه الطرد ده؟ هفتحه دلوقتي وهعرف. ياه، دي طاسة القلي الجديدة اللي اشتريتها من على الإنترنت. أصل اللي عندي قدمت قوي وباظت خلاص. مش قديمة ولا حاجة؟ دلوقتي خلاص أقدر أرمي الطاسة القديمة. يا خسارة يا ماما، دي شكلها حلو مش وحش. قدمت يا حسن، مش هقدر استخدمها تاني. إذا كنت عايز تاخدها تلعب بيها خدها، ممكن تلعب بيها في الجنينة مثلا، اعمل إنك بتطبخ عليها. دي فكرة عظيمة يا ماما، هنلعب بيها في الجنينة، فكرة جميلة قوي. تعالي يا منى أغيرلك الحفاظة بتاعتك الأول. يلا بينا على الحمام، بعد كده تقدري تروحي تلعبي معاهم براحتك. حلوة قوي الطاسة دي يا حسن، ايه رأيك نعمل صينية خضار؟ انا هروح الم من الخضار الجنينة دلوقتي. حلو الخضار ده، عامل زي الجرجير. اتفضل. شكرا يا حسن، لازم اقطع الجرجير ده. يا خبر يا منى، انتي لازم تستحمي، الحفاظة بتاعتك سربت. انتي فرحانة انك هتستحمي؟ والله انتي جميلة. الله، الفطر ده شكله جميل، احنا ممكن نطبخه هو كمان. ده هيخلي صينية الخضار زي الحقيقية. تعالي يا ماما شوف ان احنا طبخنا ايه. للأسف يا حسن مش هقدر دلوقتي لأني بحمي منى، هحميها بسرعة. احنا كده خلصنا لعب خلاص يا ماما. اغسلوا ايديكوا كويس بقى. خلاص خلصنا يا منى، وبقيتي فلينا فلينا. تعالى يا حسن نروح نلعب شوية. السلام عليكم، انا رجعت يا جماعة. أهلا يا شريف، أنا في الحمام. ازيك يا منى، عاملة ايه يا سارة؟ كله تمام، وانت عامل ايه؟ كل حاجة زي الفل، بس بصراحة جعان شوية. يا حبيبي طيب، هلبس منى بسرعة هدومها وبعدين هحضر الأكل على طول. مفيش مشكلة، اروح اغير هدومي. ازيكم يا شباب؟ ازيك يا بابا؟ يا حبيبتي يا سارة، دي ابتدت تحضر الأكل فعلا. أنا لازم أساعدها في الطبيخ علشان أسهل عليها، أصلي جعان قوي بصراحة. لما أدوق بقى، إيه ده؟ طعمه غريب قوي، أكيد ناقصه توابل. أحط توابل وهيبقى جميل. أنا جيت. هو إيه اللي أنت طبخاه ده يا سارة؟ أنا لسه ما طبختش حاجة أصلا يا شريف. يا خبر، ده الأكل اللي الأولاد طبخوه من زرع الجنينة. نعم يا أختي. شريف، مالك يا شريف؟ حصل لك إيه؟ أنت لونك بقى أخضر. أنا حاسس إني عيان أوي يا سارة. يا خبر، أنت كلت من الطاسة دي؟ أيوة يا سارة، أنا مش كويس، أنا مش كويس يا سارة. يا ولاد، قولولي بسرعة أنتوا حطيتوا إيه في الطاسة؟ يعني إيه الزرع اللي قطعتوه جواها؟ ليه يا ماما؟ تعالى بس وريني خدت من أنهي زرع. اخترت من الزرع ده. تمام. واخدت فطر من هنا. إيه؟ خدت فطر؟ أنا مش بقول لكم دايما ملكوش دعوة بالفطر ده؟ في حد كله منكم؟ لا. طيب الحمد لله. طيب غسلتم ايديكم كويس بالصابون زي ما قلت لكم؟ ايوه. طيب كويس. دلوقتي بقى لازم نودي بابا المستشفى بسرعة. شريف، انا لازم اوديك المستشفى دلوقتي، الفطر اللي انت كلته سام. ايه؟ فطر سام؟ تعالى معايا من فضلك من هنا. بص حضرتك، ده الفطر اللي كاله. كويس قوي ان حضرتك جبتي عينة منه. انا ما كنتش اعرف يا حسين ان ده هيحصل، ولا انا يا حسن. يا رب بابا يخف ويبقى كويس بسرعة. ممكن تستنوا في غرفة الانتظار. حاضر، شكرا ليك. شفتوا يا ولاد حصل ايه؟ انا عارفة انكم ما تقصدوش. يا رب بس بابا يتحسن بسرعة. انا اسف يا ماما، احنا ما كانش قصدنا كده خالص. المرة الجاية لازم تخلوا بالكم كويس، والحاجة اللي اقول لكم ما تقربولهاش يبقى ما تقربولهاش خالص.
انا جاي اطمن حضرتك، احنا خلاص لحقنا حضرة الضابط شريف، انا متأكد انه هيتحسن بسرعة. طمنت قلبي، الله يطمنك. في حالات التسمم بالفطر كل ما لحقنا المصاب بسرعة كل ما قلت الخطورة على حياته. لو الأعراض ما كانتش ظاهرة عليه كان الموضوع هيكون صعب، كان هيبقى فيه خطورة كبيرة على حياته. الحمد لله إننا لحقناه. أيوة طبعا، أنا أول ما لاحظت إن هو مش كويس شكيت في الموضوع على طول. ممكن نشوفه دلوقتي؟ تعالوا معايا. ازيك يا بابا؟ ازيكم يا حبايب؟ انا اسف يا بابا، ما كانش قصدنا خالص. مفيش مشكلة يا ولاد، كان لازم اخد بالي واسأل سارة الأول قبل ما ادوق. عامل إيه يا شريف؟ حاسس اني احسن كتير يا سارة، اعتقد الفطر ما كانش سام اوي. أيوة الحمد لله. لكن لازم افضل هنا تحت الملاحظة، انا مش طايق اشوف اي فطر خالص، حتى اللي مرسوم على التيشيرتات بتاعتكم دي. جنة، رائع. عبير، عمر.